كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيميل للسيدة عائشة أكتر من زوجاته الأخريات، بيميل لها في المشاعر والحب أكتر، فكان يدعي ربنا دايمًا ويقول له: "يا رب عاملني بما أنا أملكه ولا تعاملني بما أنت تملكه." اللي هو حُبّه ومشاعره وميوله غصب عنه، ده حُب الروح. يجمع بين اتنين ليه وإمتى وإزاي ما لوش كتالوج ولا قوانين ولا تفسير ولا أي عقل يقدر يستوعب إزاي أنا باحب البني آدم ده وأنا عارف كل عيوبه، وفي نظر الناس كلّها إن هو مش أفضل حد، بس هو في نظري أنا أفضل حد. بانسى له الأذية وبانسى له الجراح، بانسى له الظلم، بانسى له أي حاجة وافتكر له الحاجات الحلوة بس. مشاعري دايمًا رايحة له، بافتكره بكل خير وباتمنى له الخير والسعادة في أي مكان. هو مش حُب إمتلاك، هو حُب الروح للروح، ده حُب إنك تشوف الإنسان اللي أنت بتحبه ده سعيد حتى لو مش معاك، تتمنى له الخير وتزعل أوي لو حد زعّله، وما لهاش أي تفسير، حاجة من عند ربنا غصب عنك بتحصل.